تاني حاجة، الناس اللي هي بتبقى محبطة بعد الأسابيع الوحشة ومتضايقة، لعبة حظ ومش عايزة تكمل ومش عايزة، طبعا لعبة حظ بجزء كبير. أحيانا تحتاج إن أنت تعمل ديسيشنز كويسة، لكن هي طبعا بشكل كبير بتعتمد على الحظ. عايز أقولك إن أنت اقبل الأسابيع الوحشة زي ما بتقبل الأسابيع الحلوة تبقى مبسوط، لأن هي كورة كده، والفانتزي كده جزء من الكورة، فهي الكورة كده اقبلها كده، واقبل الفانتزي زي ما بتقبل الكورة. انت مثلا يومك مش هيبقى اوحش من يوم يورجن كلوب اللي الفار خسره، الفي ار خسره، ومش هيبقى يومك مثلا احسن من ماتيب اللي جاب جون في نفسه في اخر دقيقة بعد ما كان هيطلع بنقطة وفريقه مطرود منه اتنين. فدايما بص للاسبوع الجاي، احلى حاجة في الفانتزي ان هي دايما فيها اسبوع جاي. حتى الاسبوع ال 38 برضه هيبقى فيه الاسبوع الجاي من الموسم اللي بعده. بس فانت استمتع بكل جزء في الجيم.